خبارك بلي شحال من شخص مات وخلى موراه حساب بنكي فيه رصيد مالي مهم بلا خبر العائلة ديالو. وما كنهضروش على مبالغ مالية صغيرة، وإنما أكثر من 40 مليار سنتيم بين سنتي 2006 و 2020. فين كيمشيو هاد الفلوس الكثيرة؟ بقاو معنا على صفحة أجد فما البنك باش تعرفوا الإجراءات اللي لازم تقوموا بها بعد وفاة أي شخص من العائلة ديالكم لا قدر الله. انا كموظف بنكي كنأكد لكم باللي كاينين زبناء كيفتحوا حسابات بنكيه بسريه تامه دون العلم ديال اي فرد من عائلتهم، ولا قدر الله الوفاه فالبنك ما كيقومش باي اجراء للتواصل مع الورثه، لانه بالنسبه لهم الزبون باقي حي حتى يتوصل بشهاده الوفاه. وحيت العائله ديالو ما فخبرهاش باللي اصلا عنده حساب بنكي فكيبقى هذا الحساب خدام بشكل عادي حتى كتفوت عليه 10 سنوات بالضبط، وهنا كيتدخل البنك وكيقوم بتحويل الرصيد كاملا لصندوق الإيداع والتدبير طبقا للمادة 152 من القانون 103/12. من بعد كتبقى الأموال في هذا الصندوق لمدة 5 سنوات في انتظار يطالبوا بها الوارثة، يعني باقي كاين أمل يرجعوا الفلوس. لكن إلا دازت ال5 سنوات بدون أي مطالبة من أصحاب الحقوق فهاد الأموال كتولي في ملك الخزينة العامة بقوة القانون، وما كيبقاش عند الوارثة الحق في استرجاعها. إذا شنو هي الإجراءات اللي خاصني نقوم بها مباشرة بعد وفاة المرحوم للتأكد باللي ما عندوش حتى شي حساب بنكي فيه رصيد مالي؟ الخطوة الأولى هي التوصل بأرقام الحسابات البنكية المسجلة بالاسم ديالو، واللي نقدر نحصلوا عليها لدى بنك المغرب بملء هذه الاستمارة الموجود بنفس الموقع، ونصيفطوها لهم يا إما عبر البريد الإلكتروني التالي أو بإيداع الطلب مباشرة لدى بنك المغرب. بعد ما غادي نتوصلوا بالجواب كاينين احتمالين: يا اما تكون الوثيقه فارغه وفي هذه الحاله انتهت المهمه، او انه يكون عنده حسابات بنكيه، وبالتالي لازم علينا نمشيو لهاد الابناك مرفقين بنسخه من البطاقه الوطنيه الخاصه بالمرحوم وشهاده الوفاه. في حاله كان الحساب فارغ فغادي يقوم البنك باغلاق الحساب، واذا كان فيه الرصيد فغادي يطلبوا منك عقد الإراثة باش يفرقوا الرصيد على الورثه وتكون المهمه انتهت بنجاح. لكن ماذا لو كان المرحوم توفي منذ أكثر من 10 سنوات والأموال ما بقاوش لدى البنك وإنما تم تحويلها لصندوق الإيداع والتدبير؟ كيف ما قلت لكم سابقا باقي كاين الأمل يرجعوا الفلوس، والإجراءات اللي غتقوموا بها في هذه الحالة بسيطة، وهي الدخول لموقع أو تطبيق آمنتي التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتقوموا بعمل بحث بسيط عن طريق كتابة اسم ونسب المرحوم ثم البطاقة الوطنية ديالو والضغط على بحث. في حالة بنت لك نفس الرسالة أسفله فالمهمة انتهت، ولا طلع لك بلي المرحوم عنده فعلا فلوس في هذا الصندوق فغادي تقوم بتوفير الوثائق التالية مرفقة بطلب السحب اللي ممكن تطبعه من موقع آمنتي بواما، وتقوم بإيداع هذه الوثائق لدى صندوق الإيداع والتدبير، وتسناو الاموال يرجعوا للحساب البنكي ديال المرحوم باش يتفرقوا على الورثه. كيف ما قلت لكم سابقا فالحسابات البنكيه الراكده كثيره بزاف، والمبالغ الماليه الموجوده فيها يتجاوز المليارات، وكتمشي كلها الخزينه العامه لسبب بسيط، هو ان المواطن المغربي عزيز عليه يفتح حساب بنكي ويحط فيه رزقه في سريه تامه بلا ما يعلم به اقرب الناس ليه. كيف العاده ما تنساوش تشاركوا هذا الفيديو مع اي شخص يقدر يستافد منه، والى اللقاء مع فيديو اخر بحول الله.